السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية وسهلة جدا. بقسماط الافران بمقادير بسيطة جدا جدا. هنعرف تكاته وهنقول مقاديره بالكوباية والجرام وكل حاجة خاصة بيه والتفاصيل الخاصة بالتسوية. تعالوا بينا نبدأ ونسمي الله كده. معانا كوباية مية كبيرة حوالي 250 جرام. هننزل فيها بمعلقة كبيرة من السكر حوالي 10 جرام. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية حوالي 10 جرام. حاجة بسيطة خالص من الملح. ربع معلقة صغيرة حوالي 2 جرام. هنمزج المكونات دي كلها مع بعضها واحدة واحدة كده وبالراحة، وإن شاء الله كل حاجة هتبدأ معاكي تمام. اهم حاجة علشان تبقي عارفة ان الخميرة هتبدأ معاكي في التفاعل وهي نشطة، الفقاعات اللي ظهرت كلها على الوش دي تدل على ان الخميرة نشطة وهتبقى معاكي تمام. ننزل عليهم ب100 جرام سمنة على زيت، 50 جرام زيت و50 جرام سمنة، اي حوالي نص كوباية زيت على سمنة. هنرجع نمزج المكونات دي مع بعضها لحد ما تتداخل، وبعدين نرجع للدقيق اللي احنا نخلناه كويس. ايه هو الدقيق؟ حوالي 500 جرام، نص كيلو، 500 جرام من الدقيق الابيض المنخول. اي نوع، انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات كريستال، نخلته كويس جدا. وزي ما قلت لكم انا نزلت بربع معلقة الملح في الاول خالص عشان عايزة المكونات الاولانية تدوب. هنلم العجين بتاعنا بالاسباتيولا عشان خاطر ما نعكش ايدينا قبل العجين ونبهدل الدنيا. الوصفة بتاعتنا مظبوطة بالجرام وبالكوباية، يعني مش محتاجة ان انت تضيفي لا دقيق ولا محتاجة ان انت تضيفي مية. واحدة واحدة وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا. احنا كلنا شاطرين بس بنتعلم من بعض وبناخد التفاصيل من بعض. هنلم العجين بتاعنا وزي ما قلنا العجينة بتاعتنا مش محتاجة ان انت تزودي لها سوائل تاني. احنا حطينا المية وحطينا الزيت بتاعنا، الكمية مظبوطة على قدها. لو انتي ما عندكيش ميزان وعايزة تشتغلي بالكوباية مفيش مشكلة، اشتغلي المكونات اللي هي السوائل مع بعضها الأول، وبعدين الدقيق بتاعك منخول 4 كوبايات من كوبايات الشاي أو المج العادي اللي أنا كنت حاطة فيه السمنة، دول 4 كوبايات. انزلي ب3 كوبايات الأول تدريجيا، وبعدين انزلي بالكوباية الرابعة واحدة واحدة لحد ما العجينة تتلم معاكي وتكون شكل، وتبدأي ان انت تتحكمي فيها وتعجنيها كويس. مدة العجين من 7 ل10 دقايق، دي المدة اللي انت عايزة تعجني فيها العجينة. احنا عايزين يكون ليها عرق وتكون متماسكة، تكون عجينة طرية لينة مش بتلزق في الايدين. تعالى اقولك البدايل اللي انت ممكن تستخدميها للعجينة. زي ما قلتلك الدقيق بتاعنا متعدد الاستخدامات، اي نوع. اهم حاجة ابعدي عن الدقيق اللي هو عند العطار اللي انت مش عارفة نوعيته او جودته او مدة صلاحيته، لان انت مش شايفاه، فبعيد عنه. دايما استخدمي اللي هو في الاكياس زي ماركة الضحى او كريستال او الاهرامات او دوبيلا او ال5 نجوم. اي نوع من الانواع دي هيدي معاكي قوام حلو. العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين انا بدأت المها وبعجن فيها من 7 ل10 دقايق. بلمها قدامكم اهو. تعالوا نرجع للخميرة. الخميرة ممكن تستخدمي خميرة فورية عادية زي اللي انا استخدمتها، او خميرة بيرة اللي هي العجين، برضو بتديلك نفس القوام وبتديلك نفس التفاعل اللي بيحصل. اهم حاجة تتأكدي من تاريخ الصلاحية والجودة بتاعت الحاجة اللي انت اتعاملتي معاها. العجينة بتاعتنا عجينة طرية، هنلمها ونسيبها ترتاح 10 دقايق زي ما انتوا شايفين. ادي العجينة. انا هسيبها برضو، هغطيها بس بستريتش راب واسيبها بس، او كيس تلاجة نايلون هفتحه كده نصين واغطي العجينة بتاعتنا. انا استخدمت سمنة وزيت علشان السمنة بتديله دوبان كده، تحس ان هو دايب، والزيت بيديله قرمشة وطعم حلو. عندنا هنا 30 جرام من السمسم، نزلت عليهم ب20 جرام مية. 30 جرام سمسم يعني 3 معالق متوسطين الحجم، و20 جرام مية يعني معلقتين زي المعلقة اللي انا بقلب فيها دي. هتجيبي طبق فاضي او تستخدمي كيس زي ما انا استخدمت كده وتفردي عليه السمسم بتاعك علشان وقت التشكيل تلاقي الدنيا واسعة قدامك وتعرفي ان انت تشكلي البقسماط بسهولة.
ودايما لما العجينة بتاع البقسماط ترتاح او في اي معجنات دايما بتسهل عليك عملية التشكيل والسهولة في ان انت تشكلي البقسماط. ما تخافيش، الوصفة بتاعتنا زي ما احنا قلنا مظبوطة بالملي. العجينة بتاعتنا واخدة حقها كويس قوي في المية، في السوائل. عجناها المدة الكافية اللي هي هنستخدمها فيها. هنبدأ هنبدأ نرول العجينة بتاعتنا واحدة واحدة. اعمليها رول، حاولي ان انت يعني ايه تخليه متوسط الحجم، لا تخين قوي قوي ولا رفيع قوي. الصاجة اللي احنا هنستخدمها او الصينية اللي احنا هنستخدمها صاجة عادية جدا. حاولي ان انت تحطي او ما تحطيش مادة دهنية يكون افضل. لو انت خايفة ان هو ممكن يلزق، هو مش هيلزق ولا حاجة لان هو فيه المادة الدهنية بتاعته. بس علشان لو انت قلقانة شوية من الصاجة او الصاجة جديدة او اي حاجة من الحاجات دي وعايزة ان انت تعمليها، حط لها مسحة زيت بسيطة جدا بمنديل وابدأي رص عليها، وحاولي ان انت تظبطي البقسماط قد بعضه، كل واحدة قد بعضها. هننزل فيه، انا هعمل معاكم كذا شكل علشان تعرفي ان التشكيل بتاعه سهل ومش صعب. السمسم المية اللي عليه مسهلة شوية ان هو يلزق ما يقعش، وكمان لما يدخل الفرن ما يتحرقش منك. هنرول كمان 2 3 مع بعض علشان تعرفوا ان التشكيل سهل. التشكيل ده حسب رغبتك انتي، عايزة تتخنيها شوية مفيش مشكلة، بس دايما اعملي حساب ان انتي هتسيبها تختمر وهتاخد برضك براح وهتاخد وسع تاني وهتاخد سمك اكتر من اللي احنا عاملينه. دايما يعني ايه خلي الشكل متناسق. قطعي الزيادات. زي ما قلت الصاجة اللي انت هتحط عليها مش محتاجة ان هي تدهن زيت، بس لو انت قلقانة شوية من ان هو يلزق ممكن تعمليها مسحة زيت بسيطة. زي ما انتوا شايفين كل ما العجينة ارتاحت معايا كل ما كانت اسرع في التشكيل. ده حاولت ان انا يعني اتخنه شوية علشان نشوف القوام بتاعه لما يطلع. زي ما انتوا شايفين كده. حاولي ان انت زي ما قلنا توسطنيها. ادي شكل الصاجة بتاعتي، ادي الصاجة اللي انا استخدمتها، وكمان صينية طلع معايا كمية حلوة ما شاء الله. تعالوا بقى نسيبه يختمر. هو خد معايا من ساعة لساعة الا ربع وقت التخمير. التسوية بتاعته زي ما انتوا شايفين، ده الفرن العادي بتاع البوتاجاز. انا شغلت الشواية من فوق وشغلت درجة الحرارة من تحت على درجة حرارة 200 قبلها بربع ساعة لحد ما سخن معايا. دايما بحط الصاجة بتاعتي على الرف اللي تحت مكان الصينية المدورة لحد ما تحمر، وبعدين ابدأ ارفعها على الصاجة على اول درجة. زي ما انتوا شايفين الشواية بتاعتي شغالة، الفرن بتاعي شغال من تحت. التسوية ما شاء الله حاجة بجد تحفة. اتمنى من كل قلبي الوصفة بتاع النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكمان اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني. واتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة لطيفة عليكم. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات اللي يجرب الوصفة. بصراحة البقسماط ريحته حلوة قوي، الخير في البيت ريحته حلوة فعلا. الشتاء بيحب المخبوزات وبيحب الاكلات. البقسماط بتاعنا بيدوب في البق بسبب السمنة اللي احنا حطيناها مع الزيت، وكمان الزيت عاتله قرمشة حلوة قوي. بجد اتمنى من قلبي ان الوصفة تكون عند حسن ظنكم واكون ضيفة خفيفة عليكم. وما تنسوش زي ما قلت لكم اللي يجرب الوصفة يكتب لي في التعليقات اي تكاية او اي حاجة واقفة عليكم. انا ان شاء الله موجودة ارد عليكم في اي كومنت. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.